اولا هل السامرية كانت هي اللي هتتكلم؟ ما كانتش ممكن تنطق. ليه؟ السامرية متصورة منظره يهودي، يا مش هيبص لها يا هيشتمها، هو ده اللي متعود عليه. اذا كان لازم المسيح اللي يبادر، لان هي مش هتبادر. السامرية مش ممكن هي اللي تفتح الحوار. لا، تفتح الحوار ازاي؟ ده يهودي باشا، يعني هو كبير قوي، وفي نفس الوقت هو ممكن يهنا انك تفتح الكلام مع اللي اقل منك. اللي اقل منك يتكسف هو اللي يفتح الكلام، لا تصده. لكن لما انت تفتح الكلام هيستقبل منك، ما انت الكبير، انت الاعظم. اسرع طريقة تحسس اللي قصادك بقيمته تطلب منه طلب يقدر عليه على طول. دي تعمل ايه؟ تعمل له فاليو، تعمل له قيمة. ليه؟ هو كأنه بيقول لها انا محتاج، تتفضلي وتسدي احتياجي، انت اللي هتديني، اعطيني اللي اشرب. يبقى الحتة دي حساسة جدا. يبقى المسيح قصد من اول لحظة يعمل ايه؟ يرفع القيمة، يحسسها بكيانها، يقول لها انت اهم مني، لان انت اللي هتدي وانا اللي هاخد، انا اللي ما عنديش وانت اللي عندك. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ طبعا هو مش محتاج يشرب، او يعني حتى لو عطشان مش على باله، بدليل انه ما شربش في اخر القصة. لكن كل السيناريو ده عشان يقول لها انت كويسة، انت مهمة، انت محبوبة، انت مقبولة. كل دي مسجات indirectly بيبعتها المسيح من قبل ما يدخل في تفصيلات. وبعدين كمان اعطيني لاشرب. المسيح بيحرك الحتة الانسانية في الست دي. الست دي اي حد مننا لو شافها يقول دي بني ادمية ما فيهاش ولا حاجة عدلة، انما الحقيقة ما فيش حد ما فيهوش حاجة عدلة. بمعنى الحتة الانسانية، هو عطشان قوي وهفتان، هتتصور كده، فيا عيني جه على كرامته وطلب يشرب، فهيصعب عليه، فهي عاوزة تحرك حتة كده ايه، شفقة جواه، انه يصعب عليها المسيح، عشان لما تتحرك الحتة الحلوة اللي فيها، دايما حرك الحلو في اللي قصادك يغلب الوحش. حرك الحاجة النظيفة اللي جواه، ما تقعدش تبص على كل اللخبطة اللي فيه، في حتة كويسة. وطبعا اعطيني الاشرب دي بقى كتبوا فيها القديسين كأن ربنا كل يدخل على باب واحد واحد فينا كل يوم يقول له مش هتديني نقطة مية؟ مش هتتعطف عليا بقعدة؟ مش هتفتح معايا كلام؟ مش هتبل ريقي باهتمام؟ ده ربنا بيعمل مع كل واحد كده.